الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. في هذا اليوم، يوم السبت 3 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق 9 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، أسجل كلمة بعنوان الحلاج، من هو وما عقيدته؟ وقد وقفنا على مختصر تكلم فيه كاتبه جزاه الله خيرا، واختصرنا شيئا منه أيضا. نريد أن نقرأه وأعلق عليه بما يسر الله عز وجل، نصيحة للمسلمين وتحذيرا من هذا الطاغية المشهور في تاريخ المسلمين، وهو الحسين بن منصور الحلاج. نعم، اقرأ. من هو الحلاج وما عقيدته؟ هو الحسين بن منصور الحلاج، نشأ بواسط في العراق، وقيل بتستر في فارس، وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد وأبو الحسين النوري وغيرهم. إذن هو نشأته إما في العراق أو في بلاد فارس، في واسط أو في تستر، ومتصوف، خالط بعض الصوفية. طيب، بعدين رحل إلى بلاد كثيرة، منها مكة وخراسان والهند، وتعلم السحر بها، وأقام أخيرا ببغداد، وبها قتل. والبلاء الذي اكتسبه هذا الرجل من الهند، تعلم السحر، ومعلوم أن السحر كفر بالله عز وجل. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر من 7 الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فهذا الرجل كان يتعلم السحر وبرع فيه وأدهش كثيرا من الناس، وقتل. هذا قتل يعني بسبب أقواله واعتقاده. نعم. تعلم السحر بالهند، وكان صاحب حيل وخداع، فخدع بذلك كثيرا من جهلة الناس واستمالهم إليه، حتى ظنوا فيه أنه من أولياء الله الكبار، مع أن أولياء الله عز وجل عرفهم الله جل وعلا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذا قيل: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأحباء الله وأولياءه هم المؤمنون المتقون، لا السحرة ولا الزنادقة. حتى لو ظهرت على يديه خوارق، فليس بالضرورة أن يكون ذلك وليا، وإنما الخوارق تظهر حتى على أيدي المجوس والهندوس والبوذ. كثير من السحرة يبهر الناس بأفعاله، لكن لا يدل هذا على أنه من أولياء الله. نعم. له قبول عند عامة المستشرقين، ويظهرونه على أنه قتل مظلوما، وذلك لأنه قريب من اعتقاد النصارى ويتكلم بكلامهم. نعم، يعني المستشرقون الذين يريدون إفساد دين الإسلام يعجبهم من يوافقهم في دينهم واعتقاداتهم، فبين الحين والآخر إلى عصرنا هذا يحرصون على دعم كل ما ينسب إلى الإسلام وهو ليس من الإسلام، لتشويه صورة الإسلام. حتى في عصرنا هذا الكفار والغرب يؤيدون التصوف والغلو فيه، لأنه ليس الإسلام، شيء آخر. ولكن لو هدموا الإسلام مباشرة بكل صراحة ما قبل منهم، لكنهم يقولون التصوف ونحو ذلك من الكلمات حتى يهدموا الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدوا بغيتهم في أمثال الحلاج والقدياني وغيرهما ليفسدوا على المسلمين دينهم. نعم. قتل ببغداد عام 9 و300 من الهجرة النبوية، بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير إقراره من الكفر والزندقة. إذن هو قتل سنة 9 و300، يعني أول القرن الرابع، عاش في أواخر القرن الثالث. هو كان صريحا وقحا في كفرياته، فكان يقر بما يقول، وكذلك عرف عنه، لذا قتل. نعم. وأجمع علماء عصره على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة،
بل وكفره حتى بعض الصوفية، ومن أقواله ما يلي. حتى بعض الصوفية كفره لأن كان عنده غلو في الزندقة وعنده صراحة، فأجمعوا. يعني كيف الآن هذا يصور الرجل أنه كان مصلحا أو صالحا أو عابدا، وهو في عصره لم ينقل عنه ثناء، بل كفره علماء عصره، بل حتى من كان فيه تصوف لكن لم يبلغ درجة الغلو اللي عنده أيضا قال بكفره. الآن سنسمع بعض أقواله وبعض ما قيل عنه قبحه الله. نعم. أولا ادعى النبوة، ثم ترقى به الحال أن ادعى أنه هو الله. دعوى النبوة وحدها كفر بالله عز وجل، وهذا بالإجماع. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة فقد كذب الله ورسوله. يعني دعوى النبوة نفسها كفر بالله عز وجل، تكذيب لله ورسوله. لكن هذا لم يقف على هذا الحد، بل ادعى النبوة أولا ثم ادعى أنه هو الله والعياذ بالله. نعم. فكان يقول أنا الله، وأمر زوجة ابنه بالسجود له، فقالت: أو يسجد لغير الله؟ فقال: إله في السماء وإله في الأرض. يعني الكلمات التي تسمع بين الحين والآخر ممن يقول بوحدة الوجود والاتحاد، هذا كان من مصدرها. الحلاج يقول: أنا الله. يقول قائله والعياذ بالله: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. ويلبس جبة ويقول: ما في الجبة إلا الله. ويقول: سبحانك سبحاني ما أعظم شاني. هذا الكلام اللي كان يذكر في الكتب كان من مصادره هذا الزنديق. يقول عن نفسه: أنا الله، حتى أنه أمر زوجة ابنه أن تسجد له، فقالت: أيسجد لغير الله؟ يعني يبدو أنها على فطرتها. فقال: إله في الأرض وإله في السماء، فزعم أنه أيضا إله ويستحق أن يسجد له. وهذا أكبر الطواغيت. يعني أكبر الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، فكيف هو يأمر الناس أن يعبدوه وأن يسجدوا له من دون الله عز وجل؟ نعوذ بالله. نعم. ثانيا كان يقول بالحلول والاتحاد، أي أن الله تعالى قد حل فيه وصار هو والله شيئا واحدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مسألة مهمة جدا، الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد، الحلولية والاتحادية، ما معناهما؟ هذا من اعتقاد النصارى وغيرهم. الحلول يعتقدون بأن الله عز وجل قد حل في المخلوق، حتى بعضهم يشبك بين أصابعه يقول: إيش حل الله عز وجل في المخلوق الفلاني. هذا من هنا سمي الحلول. والحلول ينقسم إلى قسمين: حلول كلي وحلول جزئي. الحلول الكلي يقول أن الله عز وجل حل في جميع المخلوقات، فما من مخلوق إلا والله حال فيه، يعني كل المخلوقات هي الله. حتى بلغ فيهم الكفر والزندقة ما لم يقله أبو لهب وأبو جهل، بل ولم يقله حتى فرعون. لماذا؟ قال: لأن الله حال في جميع المخلوقات، حتى والعياذ بالله في البهائم. بل قال قائلهم: إذا وطأ الرجل امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. لماذا؟ لأن عنده بأن الله عز وجل حل في الزوج وحل في الزوجة. يعني هذا ما بعده كفر. ولذلك يقول قائلهم: يعني ما الله وما الله إلا يقول: ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هذا هو الحلول، أن الله حل في المخلوقات أي نزل فيهم، كما تقول النصارى بأن الله عز وجل حل في عيسى، فيعبدون عيسى على أنه جزء منه إلهي وجزء منه إنساني. فهذا عقيدة الحلول، إما حلول بأشخاص معينين كحلول الله عز وجل كما يزعمون والعياذ بالله بعيسى بن مريم أو بعض طواغيتهم، بعض من يعبد من دون الله، أو أنه حل في جميع المخلوقات، فهي يسمونها حلول عام. الاتحاد أيضا في اتحاد عام واتحاد خاص، وهو قريب جدا من معنى الحلول، أي أن الله عز وجل ذاته اتحدت مع ذوات المخلوقين، إما بذات مخلوق معين أو بجميع الذوات. يعني إما أن الله حل أو أن الله عز وجل اتحد، فيعبد أي شيء يكون هو عابد في الحقيقة، عابد الله عز وجل. وهكذا يزعمون والعياذ بالله. وهذا معنى قول من يقول يعني ما في إلا الله، ما في إلا الله. كيف ما في إلا الله؟ ما في خالق ومخلوق، نحن غير الله ونحن موجودون، فكيف يقول ما في إلا الله؟ يقصدون بهذه الكلمات إما الاتحاد وإما الحلول، فيقول ما في حقيقة شيء موجود حقيقة إلا الله عز وجل، والباقي كله ما هو إلا صور مختلفة
والحقيقة واحدة كما يقولون، هي مثل العملة، يعني وجهها 100 وقفاها 100، لو يعني عملت بها أي حركة فهي 100. فالورقة نفسها النقدية هي 100، رفعتها خفضتها يعني وضعت بعضها على بعض هي 100. هكذا يقول الله عز وجل، إنما يظهر بصور متعددة، بالشمس، بالقمر، بالإنسان، بالحيوان. فهذا والعياذ بالله كفر لم يقل به أحد من مشركي العرب ولا العجم، قال به هذا الزنديق وأمثاله والعياذ بالله. كان يقول بالحلول والاتحاد، أي أن الله تعالى قد حل فيه وصار هو الله، هو والله شيئا واحدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك يقول وهذا هو الذي، نعم كمل. وهذا هو الذي جعل له القبول عند المستشرقين النصارى، لأنه وافقهم على الحلول، لأن النصارى يعتقدون بأن الله إيش حل في عيسى مريم، فأعجبهم هذا القول فنصروه وأيدوه إلى يومنا هذا، يجعلونه شخصية يقتدى بها، وهو زنديق يقول بالاتحاد والحلول كما عرفنا ما معنى الاتحاد وما معنى الحلول. نعم. إذ إنهم يعتقدون في عيسى عليه السلام أن الله تعالى قد حل فيه، نعوذ بالله. ولهذا تكلم الحلاج باللاهوت والناسوت كما يفعل النصارى. ومن أشعاره: سبحان من أظهر ناسوته سر لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. طيب، اللاهوت والناسوت. اللاهوت من كلمة الإله، والناسوت من كلمة الإنسان. والنصارى يقولون بأن عيسى مريم يتكون من جزئين اثنين، لاهوت وناسوت، يعني هو جزء منه إلهي وجزء منه إنساني، حتى كما يزعم أنه صلب وقتله نفر من اليهود. فإذا قيل لهم كيف يقتل وهو الإله؟ يقول لا، اليهود قتلوا وصلبوا الجزء الناسوتي منه لا من لاهوتي، لأن أصلا عيسى مريم من جزئين، من لاهوت وناسوت، من إلهي وإنساني. فالذي قتل هو الجزء الإنساني وبقي الجزء إيش الإلهي، فذاك هم يعبدونه ويدعونه ويستغيثون به عند الشدائد، فيقول يا فلان يا فلان. المهم هذا معنى اللاهوت والناسوت، أنها ذات من ذاتين، ذات إلهية وذات إنسانية. وهذا الزنديق الحلاج كان يقول أيضا باللاهوت والناسوت، وهذا السر في إعجاب المستشرقين به ودعوتهم إليه وتلميعهم إياه والعياذ بالله. نعم. كان يقول من أشعاره: ومن أشعاره: سبحان من أظهر ناسوته سر لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. يظهر في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، يعني صورة الإنسان. يعني هذا الإنسان هو متكون من ماذا؟ من لاهوت وناسوت. فلذلك حتى نفسه يقول عن نفسه أنا الله. كيف أن الله؟ لأن الله حال فيه كما يقول، وهذا كفر ما بعده كفر. يعني أعجب من مسلم كيف يلمع هذه الشخصية، كيف يعجب فيه، كيف يعني يلبس عليه فيه، وهو هذه أقواله. نعم. ولما سمع ابن خفيف هذه الأبيات قال: على قائل هذا لعنة الله. فقيل له: هذا شعر الحلاج. فقال: إن كان هذا اعتقاده فهو كافر. انتهى. نعم. ثالثا سمع قارئا يقرأ آية من القرآن فقال: أنا أقدر أن أؤلف مثل هذا. هذا الذي ايش يقول أنه يستطيع أن يؤلف مثل القرآن، نعوذ بالله. نعم. هذه وحدها كفر بالله عز وجل. نعم. رابعا من أشعاره: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائدا، كل واحد يعتقد بالله عز وجل. الكفار يعتقدون بالله عز وجل بأن مثلا له بنات، الملائكة بنات الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، وغير ذلك. فهذا يقول كل الاعتقادات هذه أنا اعتقدتها كلها بالله عز وجل. طيب الموحدون يعتقدون من الله عز وجل بأنه إيش إله واحد، فهذا جمع تناقضات. كيف يعتقد بالله عز وجل عقائد الخلائق كلها، وعقائد الخلائق شتى، منها الحق وهو واحد ومنها باطل كثير. فقل كل اعتقاد هذه اعتقدتها بالله عز وجل، نعوذ بالله. نعم. وهذا الكلام مع تضمنه إقراره واعتقاده لجميع الكفر الذي اعتقدته الطوائف الضالة من البشر، فإنه مع ذلك كلام متناقض لا يقبله عقل صريح،
إذ كيف يعتقد التوحيد والشرك في آن واحد. صحيح. نعم. خامسا، له كلام يبطل به أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا يعني من عقائد الصوفية الغلاة، أن أحدهم إذا بلغ مبلغا سقطت عنه التكاليف، ما عاد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين معناه مرحلة أو رتبة يصل الإنسان فتسقط عنه التكاليف، ما عاد عليه عبادة. يعني هذه ما سقطت حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظات حياته وأنفاسه الأخيرة وهو يعبد الله عز وجل وينصح الناس، حتى عمر الخطاب طعن وهو يصلي الفجر، ما ترك الصلاة. لكن هؤلاء يلبسون على الناس، يقول أنا بلغنا مرحلة من اليقين حتى سقطت عنا العبادات، كل ذلك ليتخلصوا من هذا الدين وإلى الإلحاد والزندقة. نعم. سادسا، كان يقول إن أرواح الأنبياء أعيدت إلى أجساد أصحابه وتلامذته، فكان يقول لأحدهم أنت نوح، ولآخر أنت موسى، ولآخر أنت محمد. يعني كان يعتقد عقيدة التناسخ، هذه عقيدة أيضا مجوسية وهندوسية، أن الإنسان إذا مات روحه تنتقل إلى مخلوق آخر، فإذا كان هذا الإنسان سيئا انتقلت روحه إلى مثلا إلى خنزير أو إلى حمار أو إلى كلب، وإن كان صالحا انتقلت روحه بعد موته إلى إنسان طيب أو إنسان مستقيم. هذه العقيدة أيضا كان يقول بها، فكان يقول أن الأنبياء لما ماتوا انتقلت أرواحهم إلى أجساد أخرى، فيقسمها الأرواح، هو يقول لأحد الطلاب أنت نوح، والثاني يقول أنت موسى، والثالث يقول أنت مثلا عيسى، ويقول لبعضهم أنت محمد. فهذا يعني كفر وأيضا زندقة وعقائد الهندوس أو المجوس، بأنه إيش عقيدة ماذا؟ التناسخ، أن الأرواح تذهب وترجع إلى ناس آخرين. نعم. سابعا، طبعا هذا فيه إنكار البعث والنشور، ما في يوم قيامة، اللي يموت روحه تروح إلى مخلوق آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. نعم. سابعا، لما ذهب به إلى القتل قال لأصحابه لا يهولنكم هذا، فإني عائد إليكم بعد 30 يوما، فقتل ولم يعد. أن لك ذلك أن تعود. نعم. فلهذه الأقوال وغيرها أجمع علماء عصره على كفره وزندقته، ولذلك قتل ببغداد عام 900 من الهجرة النبوية. وكذا ذمه أكثر الصوفية ونفوا أن يكون منهم، فممن ذمه الجنيد، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته التي ذكر فيها كثير من مشايخ الصوفية. نعم. يعني كيف يقال سيصور له مسلسل؟ ماذا سيقول عنه؟ إلا أن يكذبوا ويطلعون شخصية أخرى، وأنه كان رجل صالحا أو زاهدا أو إلى آخره، تلميعا لحقيقة هذا الزنديق. وإلا لو قيل عنه هذا الكلام الذي أثر في المراجع والكتب لما اغتر به عاقل، فضلا يغتر به مسلم موحد يعبد الله وحده لا شريك له. لكن قطعا سيصورون بأنه رجل صالح وأنه كان عنده زهد وإلى آخره حتى يروج. وإلا معقول هو من أول يعني قتل في أول القرن الرابع، كم شخصية مسلمة يعني ما وجدوا إلا اختيار هذا الرجل الذي عليه هذا الكلام الكثير الثابت المتواتر في كتب التراجم. لكن كل ذلك وراه من وراه ممن يريد أن يزيح الإسلام الصحيح ويقدم إسلاما آخر. يعني لو قال لا نريد الإسلام ما قبل منه ذلك، ولكن يريد أن يضع إسلاما آخر بديلا عن الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان من سعى في قتله وعقد له مجلسا وحكم عليه فيه بما يستحقه من القتل هو القاضي أبو عمر محمد بن يوسف المالكي رحمه الله. وقد امتدحه ابن كثير على ذلك فقال: وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور الحلاج. انتهى من البداية والنهاية. بداية والنهاية ابن كثير. نعم. المجلد 11 صفحة 72 و100. تمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين.
فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله، وقوله إله في السماء وإله في الأرض. والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. انتهى من مجموع الفتاوى، المجلد الثاني صفحة 80 و400. قد يظهر الآن من يقول ها أنتم تكفيريون، يعني ما في شيء اسمه أن الكفر ممتنع، الكفر موجود والكفار موجود في سورة بالقرآن اسمها سورة الكافرون، وربنا جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين. فما يقال عمن كفره الله ورسوله أم عمن هو من اختار نفس الكفر، أن إذا قلنا عنه كافر نصير تكفيريين. ربنا يقول في كتابه شاهدين على أنفسهم بالكفر، واحد يشهد على نفسه. لو قلت له أنت مسلم يقول لا، أو لو قلت له أنت تقول بالحلول والاتحاد قال نعم، نقول له أنت مسلم؟ هذا بعد ما هو صحيح، بل هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. كيف لا نكفر من كفر الله ورسوله؟ كيف لا نقول عن الكفار بأنهم كفار؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس الناس جميعا كلهم على الإسلام، بل حتى الكفار أنفسهم يقرون على أنفسهم بالكفر. لو قلت لهم أنت ما ديانتك لقال هندوسي أو مجوسي أو صليبي أو إلى آخره، فمثلها لا يقال عنه مسلم. ثم من انتسب إلى الإسلام وأظهر هذه الزندقة كلها وهذه الكفريات أيضا لا يقال عنه مسلم. هذا لا يمكن. واحد يقول عن نفسه أنا الله نقول أنه مسلم، وإذا قلنا عنه كافر صرنا تكفيريين. من يقول هذا الكلام؟ هذا ما هو مقبول، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. نعم. وقال أيضا وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره. انتهى من مجموع الفتاوى، المجلد الثاني صفحة 83 و400. يعني بعض من ترجم له اختلف فيه، منهم من مدحه ومنهم من ذمه، لكن هذا ما مدحه أحد إلا بعض العلماء توقف فيه ما عرف عنه شيء قال أنا ما أعلم، وإلا الكل يعني ذمه، فكيف سيلمع؟ نعم. اقرأ بعض المراجع نختم. للاستزادة يراجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، المجلد الثامن صفحة 12 و100 إلى الصفحة 41 و100. والمنتظم لابن الجوزي، المجلد 13 صفحة 1 و200 إلى الصفحة 6 و200. سير أعلام النبلاء للذهبي، المجلد 14 صفحة 13 و300 إلى الصفحة 54 و300. البداية والنهاية لابن كثير، المجلد 11 صفحة 32 و100 إلى الصفحة 44 و100. انتهى. بارك الله فيك. يعني هذا ما أحببت أن أساهم فيه نصحا للمسلمين، لعل ينتصح واحد اثنين أكثر. بذلنا ما نستطيع للتحذير من هذه الشخصية، من هذا الزنديق الملحد، حتى لا يغتر به المسلمون. هذه مساهمة، والله عز وجل أسأل أن يوفق كل مسلم إلى الخير وإلى نشر الفضيلة وإلى التحذير من أمثال هؤلاء الزنادقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.